السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية. رمضان كريم عليكم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والخير والسلامة يا رب. أدروني متأخرة عليكم هواية، بس كانت عندي شوية شغل وهذه، ولو تعذر هواي يعني، بس خلينا نكمل إن شاء الله. فهنا نبلش اليوم إن شاء الله بفطورنا. طبعا هذا بس إلي ولنا يعني وعائلة البيت يعني، بس أبو فاطمة بالدوام يعني فطوره وياه أخذه. فهنا بس أنا والبنات. هنا سوينا دجاج، مرق أصفر دجاج وتمن باقلة وشوربة. فهنا أنا حمست خليت دهن وبصل قليل، طبعا كلش قليل زيت، دهن وبصل ودارسين كركم، هيل، وخليت نومي بصرة يعني بالحمس أخليه أني. فهنا أنا درت المي عليه بين ما شوية يفك الحمص، بين ما طلعته من المجمدة وخليته بمي، هو مستوى عندي. فبين ما يفك هسه أخليه فوق المرقة ويفور سوية. هنا أنا راح أكملها وأقفلها وأروح عليه من على التمن. هذا الحمص كملته، فأروح على التمن هسه. أشوف خلي الباقلة أول مرة، طبعا بسوي بزل أني، خليت ملح بي. هنا أنا خليت الباقلة والشبنت والتمن منقع ومغسول كامل، بس صفيت المي مالته وبلشت خليته بالجدر. هذا تمن هنا أنا جبته خليته كملته. شوية أظل أقلبيه بين ما يستوي، بعدين أصفيه. هاي المرقة تقريبا يعني استوت. بس أخليها على نار هادئة، شوية يحبوها ثخينة. هنا أنا خليت دهن وبصل، غيرت الجدر يعني شوية حتى التمن ياخذ راحته. هنا ذيك الشوربة طبعا هم ما صورتها، عدس، شوربة عدس سلكته واخلي عليه شو اسمه الكركم وماجي مال دجاج خليت، وشعرية هناك خليتها. هنا هذا التمن كملته، جبته هنا أنا صفيته وكملته. أقلبه شوية بعدين أعوفه على نار هادئة يكمل وحده. هنا بدينا نقلب الدجاج عالسريع، قليتهن بس أخذن لون. وهنا بلشنا بالحلاوة. بالحلا سويت تراب الملوك رادوا البنات. هنا هذا البسكت طحنته، طلعت هالخلاط طحنته. يحتاج بسكت وحليب مكثف وكريم شانتيه وشو اسمه وباكيت مال جيمر. هنا كملت طحنته وخلصت، عزلته على صفحة. هسه خليت الكريم، خليت المي.
شوية رجعنا شو اسمه في البرد، رجعنا لبسنا، طلعنا الملابس الشتوية مالتنا بعد ما كانت شوية حارة. هنا خليت كوب مال مي على كوب ونص مال كريم. هذا خليته وخليت وياه ورا ما خبط زين، خليت وياه الحليب المكثف، تقريبا عندي ربع قوطية مال حليب مكثف خليته وياه، لأن ما أقدر أزيد الحليب، هو أصلا حلو يعني ما خليت. وهذا الجيمر، باكيت مال جيمر هذا بال500، هذا خليته كليته انخلط زين، طفيته وبعدين بلشت. هاي ماعين صغار جبت، خليها تشوفونه خفيف، بس من يصير بالثلاجة أو تركه مدة رستن يعني شلون يثخن، يعني يلزم نفسه. هنا خليت فوقها هماتين تقريبا، هم كريم شانتيه، بس حسيته مي يعني ما يصير، ما أخليه فوق هذا. هنا خليت فوقها بعد، وراح أخلي بعد عليه مبروش مال كاكاو، عندي قالب هيجي بلوكة صغيرة مال كاكاو، هسه راويكم إياها. طبعا طلعناه كل ثخين وكلش طيب، كلش طيب، جربوها كلش سهلة الوصفة وطيبة حيل، وبالبيت على ايدكم يعني انتو تسوونه، تقريبا كله متوفر بالبيت شغلات. هنا هاي طلعت بعد كاسات عندي صغار، هاي البلوكة اللي اقولكم عليها برشتها وخليتها فوق التراب الملوك. هاي اعطيتها الهجورة، طبعا قلت لها برشيلي. اي هذه هذا خليته المبروش مالت الكاكاو. يا رب ينعاد عليكم بالصحة والخير والسعادة إن شاء الله يا رب، والستر وراحة البال. هنا كملناها، يا رب يسهمكم العافية إن شاء الله. لا تنسون الاشتراك بالقناة، تعليقاتكم الحلوة ولو مقصرين وياكم، بس ما يخالف شوية سامحوني هالفترة هذه. هنا كملت عندي، وهذا المبروش كملته إلي هجورة، فدا أخليه على هذا تراب الملوك، تخلى بالثلاجة يلزم يعني شلون يثخن هذا الكريم شانتي. سهمكم العافية إن شاء الله، العافية وربي يتقبل طاعاتكم.